حطي معلقه من اللبن البودر على بشرتك كل يوم، وشوفي بشرتك قد ايه هتبقى متغذيه ولامعه وفاتحه ومتوحده من اول استخدام. ايوه زي ما انت سامعه كده، ازاي تخلي بشرتك فاتحه من غير ولا نقطه من الميك اب ومتغذيه شكلها صحي. عايزه اقول لك بشرتك بعد ما تستخدمي الماسك ده هتدعي لي، لانه هيفتح البشره، كمان مضاد اكسده، هيفتح بشرتك 3-4 درجات، هيوحد لون البشره، والاهم ان هو هيزيل الاسمرار اللي حوالين الفم. وكمان لو انت عندك هالات سودا احلى ماسك ممكن تستخدميه، هيزيل كل ده وهيخلي بشرتك فعلا من اول استخدام هيحولها 180 درجه هو الماسك ده. والاهم ان هو مش مكلف خالص، وعايزه اقول لك هتاخدي منه احلى نتيجه. بس اهم حاجه كده، لو انت اول مره تشوفيني ادعميني باللايك واشتركي في القناه عشان باذن الله يوصلك كل جديد، وانزلي في الكومنتات صلي على النبي كتير جدا. وعايزه اقول لك ان شاء الله تاخدي احلى نتيجه. وصفات سهله وبسيطه ومش مكلفه، النتيجه بتاعتها فوريه من اول استخدام بتشوفيها. قومي كده جربيها معايا لو عندك المكونات البسيطه دي، وهتدعي لي حرفيا من اول استخدام هتشوفي نتيجه حلوه قوي. اول حاجه كده يا حلوين معلقه من اللبن البودر، وده يا جماعه مليان فيتامينات للبشره فظيعه. اول حاجه بيعملها كمان ان هو بيغذي البشره، بيخلي بشرتك شكلها صحي وشكلها لامعه وفيها نعومه فظيعه، بيوحد لون البشره من اول استخدام. بجد حطي على بشرتك الماسك ده كل يوم وشوفي الفرق من هنا لرمضان. مش هتحتاجي ان انت تحطي ولا نقطه من الميك اب، بشرتك صحيه ولامعه وكمان متوحده من غير ولا نقطه من المكياج، وشوفي بنفسك. تاني مكون معايا والمكون الخطير مضاد اكسده، بيفتح البشره، كمان بيلمع البشره بطريقه فظيعه. لو انت بقى عندك هالات سودا، عندك تصبغات، عندك غمقان، لو انت من البنات اللي بتعاني من الحبوب وعندك اثار حبوب كتير جدا في البشره، استخدميه. كمان زائد يا جماعه ان هو بينظف مسام البشره جدا، فكمان بيعمل ان هو بيقلل جدا من شكل الحبوب، ومع الاستمراريه هتلاقي الحبوب راحت خالص. وهو طبعا البن يا جماعه، بس اهم حاجه ان انت تستخدمي بن ساده اهو كده، وهتقلبي بقى كده كويس جدا. في الوقت ده تكوني بتنزلي في الكومنتات كده صلي على النبي يا حلوين، عشان ان شاء الله تاخدوا احلى نتيجه، وان شاء الله تشوفوا بعينيكم وجربوا معايا كده الوصفه دي. وبجد وصفه سهله وبسيطه، النتيجه بتاعتها حلوه قوي. قلبت بقى كده كويس جدا، شايفين الاثنين دول يا جماعه حلوين قوي مع بعض وبيدوا نتيجه فظيعه وفوريه من اول استخدام. والاهم ان انت تقدري ان انت تحطيه حوالين عينك، او تقدري ان انت تحطيه كمان حوالين الفم. المناطق دي حساسه قوي في البشره، فمش اي حاجه تقدري تحطيها عليها. وعايزه اقول لكم بتجيب نتيجه فظيعه مع الهالات السوداء. تالت مكون معايا والمكون النينجا، بيصفي البشره، كمان بينقي البشره جدا، وكمان لو انت بينظف جدا المسام بتاعه البشره، وبيخلي بشرتك ما يطلعش فيها اي حبوب. وهو طبعا يا جماعه اللبن يا جماعه بيخلي بشرتك حرفيا من اول استخدام عامله زي الازاز بالظبط، ولا فيها اي غمقان ولا فيها اي اسمرار، وكمان بيخليها فاتحه جدا ومتوحده. بصوا بقى كده، خدت معلقتين من اللبن، ولو احتجت تاني هبدا ان انا ازود. اهم حاجه ان انا مش عايزه تكتلات، وفي نفس الوقت مش عايزه الماسك يسيل مني. هقلب بقى كده كويس جدا اهو. في الوقت ده هكون بغسل بشرتي، متاكده ان هي ما فيهاش اي بواقي من الميك اب، بالغسول او بالصابونه المخصصه لنوع بشرتي. الاهم ان انت تغسلي بشرتك بميه دافيه عشان المسام بتاع بشرتك تتفتح كده، وتاخدي احلى نتيجه لما تفردي الماسك على بشرتك. وبقلب بقى كده كويس جدا. بصوا هي ما بتاخدش معاكي، عايزه اقول لك ثواني، شايفين اهو هتبدا بقى تبقى كريمي كده من اول استخدام اهو كده. وقلبت كده يا حلوين لحد ما بصوا شايفين النتيجه ما شاء الله، وخلاص جهز معايا كده وفي ثواني. عايزه اقول لك النتيجه في ثواني كده بتبقى حلوه قوي. خلاص كده جهز معايا بقى، وافرديها على بشرتك وادعي لي، لان حرفيا هتشوفي احلى نتيجه. طبعا حلوه جدا للايدين، لو انت كده عايزه ايدك يبقى شكلها حلو وشكلها بيضه كده، ولو عايزه العقل بتاعتك تبقى لون ايديك بالظبط، استخدمي الوصفه دي وشوفي وتحدي. بجد هتخلي بشرتك وايدك من اول استخدام فاتحه ولامعه، بتفتح 3 درجات، بتغذي جدا البشره، بتدي لمعه ونعومه فظيعه، والاهم ان هي بتصفي وبتوحد لون البشره من اول استخدام. بس كده يا حلوين، لو عجب الفيديو وصلتي معايا لحد هنا ادعميني باللايك وانزلي في الكومنتات صلي على النبي كتير جدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفات تانيه كتير. مع السلامه.